خادم الحرمين الشريفين الله يطول عمرك، أتمنى أن تكلف لجنة بالتحقيق بما أشار إليه من اتهامات لنا كمثقفين وكمعلمين وككتاب وكمختلفي رأي مع وزير التعليم بأننا عملاء لدول أخرى ولنا مآرب أخرى ونحن ضد التطور وضد رؤية 2030. أتمنى أن يتم التحقيق. إذا كنا كذلك فنحن نستحق العقاب، أما إذا كنا ونحن لله الحمد لسنا كذلك نطالب بمحاكمة وزير التعليم محاكمة شرعية. هذا من ناحية. يا خادم الحرمين حفظك الله، أن هذا الوزير والله أنا لا أتحمل عليه شخصيا، ولكن على قراراته العشوائية والارتجالية والفوضوية يدخل ويقحم رؤية 2030 لأي قرار خاطئ وارتجالي، مما كره الشعب، مما كره المجتمع بهذه الرؤية، وهي بذرة وهي وليدة إلى الآن. يا خادم الحرمين الشريفين أنصفنا من هذا الوزير الذي كل قراراته ارتجالية وعشوائية وفوضوية، وأنا مسؤول عند كلمتي. أنا معلم، أنا تربوي، لا أتطاول ولا أترفع ولا أتفاخر على أحد ولا أستعرض، لا والله، ولكنني أتكلم من الميدان. الوزير لم ينزل إلى الميدان، لم يدرس لا أولى ابتدائي ولا أولى متوسط ولا أولى ثانوي. الوزير يتحدث لأنه تحت مكيف في بيئة تختلف عن بيئة شرورة، عن بيئة الرياض، عن بيئة الزلفي، عن بيئة حفر الباطن، تلك البيئة الحارة جدا. لا نستطيع أن نزيد 60 دقيقة اليوم الدراسي، لأن هذا سوف يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والأمنية، تحديدا بين قوسين المرورية الازدحام، والاقتصادية لأن الفاتورة سوف ترتفع، والتربوية والتعليمية لأن هذا سوف يعمل على طرد الطالب وطرد المعلم، ولا يؤدي إلى بيئة جذب تعليمية تربوية للمعلم ولا للطالب.